إليكم 20 قولا من أقوال الأديبة عائشة التيمورية، إحدى رائدة الأدب والنهضة النسائية في القرن 19. 1. العلم ينير العقل، والأدب يهذب الروح. 2. المرأة أن لم تكن أما مربية، فهي معلمة للأجيال. 3. الأديب الحقيقي هو من يزرع الأمل في أرض اليأس. 4. الأدب هو لسان الأمة، فإذا فسد فسدت أخلاقها. 5. الكتابة هي مرآة النفس، فاكتب ما يعبر عنك. 6. المرأة المتعلمة تبني بيتا من نور، والجاهلة تهدم بيتا من حجر. 7. اللغة العربية بحور واسعة، من غاص فيه وجد الألئ. 8. لا تنتظر تقدير الناس، فالعمل الخير ثوابه في ذاته. 9. التجارب مرايا تريك قوة لم تكن تعرفها في نفسك. 10. لا تسرع في كسر القيود، قد تحتاجها يوما لتتسلق بها. 11. إذا أردت أن تعرف مستوى أمة، فانظر إلى مكانة نسائها. 12. من ترك أثرا طيبا بعد موته، فقد عاش مرتين. 13. القراءة غذاء العقل، فلا تهمل قراءة كتاب نافع. 14. لا تيأس من رحمة الله، فالباب يقرع حتى يفتح. 15. الأدب هو الجسر بين العقول والقلوب. 16. عش للحقيقة، واكتب للتاريخ، وامض قدما كأنك لا تموتين. 17. لا تكن كالفراشة تحوم حول النور ثم تحترق. 18. الوقت ثمين، فلا تبدده فيما لا ينفع. 19. أن أردت أن تخلد اسمك، فاكتب ما يبقى بعد رحيلك. 20. كوني كالنجم، بعيدة المنال، لكنها تنير الظلام. كانت عائشة التيمورية من رواد التنوير النسائي في مصر، وتميزت بأسلوبها الأدبي الرصين وشعرها العميق. أتمنى أن تكون مفيدة لكم.